اشهر 10 اساطير عربيه قديمه. البهموت كان مخلوق اسطوري ظهر في اساطير العرب في الجاهليه وقبل الاسلام، متعارف على انه سمكه عملاقه متوحشه بتسكن اعماق المحيطات، وكان في اعتقاد العرب القدامى ان السمكه دي كانت بتحمل الارض فوق ظهرها. شادهافار كانت من المخلوقات العربيه الاسطوريه واللي ظهرت في العصور الوسطى. كان بيعتقد ان هو مخلوق شبيه بوحيد القرن، ليه قرن واحد عملاق وليه 42 فرع مجوف. القزويني قال عنه ان هو مخلوق بيعيش في بلاد الريم، وقال ان الرياح لما بتمر من قرنه السحري والتجاويف اللي موجوده فيه بيطلع صوت لطيف جدا وسحري بيلم الحيوانات حواليه. القطرب خرافه شعبيه ظهرت في الفولكلور العربي، نوع من الشياطين او صنف من الجن، غالبا كان بيشبه مخلوق الغول الاسطوري، واعتقد ان هو كان بيسكن المقابر وبيلتهم الجثث. النسناس، مش النسناس بتاعنا ده، لا حاجه ثانيه قديمه. اعتقدوا زمان ان هي ذريه نشات من زواج الشيطان بالانسان، وعندها قدره مرعبه على قتل البشر بمجرد لمسهم. جسمه كان عباره عن نص راس ونص جسد، وكان بيقوم بقفزات مرعبه برجل واحده، واللي بيقدر ينقض بيها على البشر ويقتلهم.